بنتكلم فيه. بتتعاملوا مع شركات معينه؟ اكيد طبعا ليا موردين خاصه وبراندات معينه وفي كذا ليفل وفي كذا مستوى، يمكن زي ما روان قالت دلوقتي. بيفرق معاك مثلا ان انا اتعامل مع شركه مثلا بيبقى الكوست بتاعها عالي علشان انا تكلفه العميل عندي عاليه، ولا بتبقى متفاوته بالاسعار؟ لا، انا كشركه او كجهه تنفيذيه لازم اوفر للكلاينت بتاعي كذا ليفل من الاسعار، يعني لازم اوفر له مثلا عايز براند عالي فبشتغل معاه، عندي البراند العالي وعندي تعاقدات مع شركات فيها براندات عاليه، عايز اقل شويه او متوسط او اقتصادي يعني حسب الكوست اللي بيحدده العميل. بس في الاخر انا ليا ليميت معين ما بنزلش عنه، يعني في حاجات باجي على حساب الماتيريال لا او على حساب الخامه، وفي التاسيسات بالذات ما بقدرش انزل في الخامات بتاعتها. تمام. لما بتدخل في مرحله الفرنتشر بقى وتاسيس بقى وفرش والكلام ده كله، ناس كتيره بتعتقد ان الفرش التقيل ده خلاص قديم ما بقاش ينفع، بيتعاملوا على ان دي حاجات خلاص مش اللي ماشيه على العصر دلوقتي، وبيبصوا ناس تانية اخرى بتبص للحاجات الخفيفه على ان دي مش الفرش اللي احنا نحطه. ده بيرجع لايه؟ تمام، هو الجزئيه دي بالاخص يعني مهمه جدا، ان الفرش او الاساس مش بتقله. يعني الموضوع مش بيقدر بالوزن، بالعكس ده يمكن الوزن في بعض الاحيان بيبقى خطر على الجزء اللي انا جايبه او الاساس اللي انا جايبه. يعني مثلا لو جايب دولاب والضلفه بتاعت الدولاب تقيله زياده عن اللزوم، ده بيقلل من العمر الافتراضي بتاعها مع الفتح والقفل. المفصلات مش يقول لك ده خشب متين لا اطلاقا، هو في الاخر كل حاجه ليها خامه معينه او ليها مواصفه معينه، زي مثلا المله بتاعت السرير بتتعمل خشب مسكي، مع ان الناس بتقول الخشب الزان اقوى وامتن وكذا وكذا، بس مثلا الزان من مواصفاته ان هو صلب فبيتقطم، ما ينفعش استخدمه في مكان زي ده، انا عايز يعني استخدم خشب مرن وهكذا. فبيبقى الموضوع كله راجع على توصيف المنتج ذات نفسه، الحاجه دي انا هستخدمها في ايه ونوع الخشب المستخدم ليها ايه. تمام. طيب ابرز دلوقتي الاتجاهات الديكور ال 24، ايه الحاجات اللي طالعه ترند دلوقتي؟ هو حاليا الناس كلها متجهه للسمارت، يعني المنازل السمارت، سواء بقى سمارت فرنتشر او السمارت في السمارت هوم في حته اللايتنج والكلام ده كله. فالاتجاه كله عامه دلوقتي متجه لحته السمارت. لما باجي مثلا استخدم عفش او افرش بيت او حاجه، بحاول ان انا اوظف الموضوع ان هو يبقى بيت ذكي. قطعه الاساس اللي احطها ممكن انها تستخدم او تشتغل معايا لاكتر من وظيفه. البلت ان بتنزل معارض بتختار انت مع العميل الفرنتشر مهندس محمد ولا بتسيبه يختار براحته؟ لا، في بعض الاحيان بنزل مع العملاء اختار من المعارض، وفي احيان تانية كتير بنسبه 95% العملاء بتاعتي يعني بيبقى ثقتها ان انا بعمل ديزاين بالفرش كمان. بقدر اعمل له ديزاين للفرش اللي بيتحط في البيت وبعدل فيه قبل ما ببدا في اي حاجه. في مهندسين ساعات بياخدوا العملاء وبينزلوا نفسهم المعارض علشان يختاروا الحاجه مع بعض. ده في الماتيريالز بقى بتاعت التشطيب. بتاخد حضرتك نسبه من الشراء ولا لا؟ لا، هو الوضع او التعاقد بتاعي اللي هو نظام الكوست بلس. نظام الكوست بلس اللي هو بيبقى فيه مشتريات او مصروفات بكم معين بيتاخد عليها نسبه معينه، اللي هي كام في المية؟ ما دي نقطه برضه بتفرق كتير مع العملاء. دي بتبقى من 10 ل 25% على حسب المكان والوقت اللي انا بشتغله ونوع العمل اللي بشتغل عليه. تمام.